السلام عليكم، ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ انا زهرة هيدو جايلكم النهارده فيديو مختلف شوية، بسيط جدا. كل الناس بتفكر في حاجة حلوة بالذات في الشتاء، عايزين حاجة حلوة بالليل. طب ايه اسهل حاجة ممكن تتعمل؟ انا بحب الغريبة جدا، فقلت لا انا هعمل غريبة واشربها مع الشاي كده بعد العشاء يعني. فتعمل بالظبط في 10 دقايق وطعمها تحفة وريحتها تحفتين يعني. فتعالوا شوفوا انا عملت الغريبة ازاي. هي طبعا مقاديرها اقتصادية جدا وكمياتها على حسب ما انتوا عايزين. احنا بنعمل حاجة بسيطة خالص، يا دوب مثلا نص كيلو دقيق مع ربع كيلو سمنة و300 جرام سكر، او كوباية سمنة ليها مثلا نص كوباية سكر او اكتر شوية، وليها كوبايتين دقيق. فانا عملتها بس بالميزان. السمنة دي سمنة بلدي وسمنة عادية، لاني لو زبدة مش هتنفع، لازم ميبقاش فيها اي مية ولا اي سوائل، بس عشان تديها كمان طعم حلو حطيت لها سمنة بلدي. هنضربها كويس جدا لحد ما تبقى لونها ابيض. هزودها بس بظرفين فانيليا عشان تبقى ريحتها حلوه، بيفرق قوي في الريحه. وبعد كده هشوف احط دقيق قد ايه بالظبط. طبعا انا مش عايزه احط دقيق يبقى اقل من كده شويه. طبعا هو على حسب ما انا السمنه هتاخد من الدقيق، مش بعاير دقيق بالملي او زي ما انتم متخيلين، لكن انا بحبها تخينه شويه. او انا عايزاها دايبه هقلل شويه الدقيق اكتر يعني. بس ما بحبش احس ان هي لازقه شويه في ايدي او هشه زياده عن اللزوم. بحبها تبقى ايه، حاجه كده تجرش شويه، ماسكه نفسها يعني. عايزه زي الكوكيز، مش عايزاها تبقى غريبه ناعمه غريبه يعني. تمام. فكل واحد بيعملها على حسب هو ذوقه عايز ايه. كمان المفروض تتعمل ايه، تتعمل تبقى بيضة جدا من تحت ومن فوق، وما تبقاش تاخد سوا في الفرن. احنا بقى عكس كده، انا هعمل طبعا الموضوع المظبوط بالظبط، ولكن هخلي شوية محمسين ومحمرين، فاحنا بنحبها كده، بيبقى ليها طعم مختلف تماما. فهنعمل شوية كده برضو وشوية كده عشان نرضي جميع الأذواق. زي ما شفتوا ما اتعجنتش، يا دوب لميت بس السمنة بالدقيق، وشفت ملمسها كان مناسب قوي بالنسبه لي. انا مش عايزاها اتخن من كده يعني. احنا بنعجنها هنحس ان هي طريه، لا هي بتبقى السمنه بس سخنه في ايدينا شويه. لكن الملمس ده تمام بالنسبه لي. هكورها طبعا واحطها على، لو في لوح خبز ماشي، في ورقه زبده ماشي، لاني ساعات احس ان ممكن تشيط شويه لو انا حطاها على لوح حديد او زي الصاج الاسود ده اللي عندي. وخصوصا لو كانت الفرن بتاعتكم عالية قوي او ما بتعرفوش تتحكموا في التايمر بتاعها. بس هي عامة بتاخد حوالي ربع ساعة على درجة حرارة واطية او هادية خالص، ممكن 180 درجة. انا طبعا بكوره وبحطه بحجم مناسب، ممكن تعملوه صغير ممكن تعملوه اكبر شوية. لكن على حسب ما انتوا عايزين. بحبه عالي، ممكن برضو تسقبوه باي مثلا زي جلم كده ولا حاجه، بحيث ان يبقى ممكن تحشوه شوكولاته، ممكن تحطوا له اي حاجه، بس انا بحبه ابيض ساده. وفي مكون جديد بقى بشوف دايما الناس بتعمل بيه، اللي هو الجرونفل. بيتحط في النص، ما تخيلوش بيدي طعم ومذاق جميل ازاي، وريحه تحفه جدا يعني كانه منكه او معطر. فطبعا مش بتاكلوه الجرنفل نفسه، لكن هو بيدي زي هو زيت عطري اصلا، بيدي طعم فيها قوي جدا وريحة تحفة يعني. لازم تجربوه. بس ما تحطوش ده كله او ما تحطوش في كل السجان يعني، بس في صاج واحد بس اجربه. لكن لقيت ان هو يستحق التجربة وفعلا جميل. واصلا الجرنفل مهدي الاعصاب يعني. انا دايما بحطه في الشاي او في شاي بلبن، او زي الكرك برضو بحطه فيه. اما الالواح التانية زي ما شفتوا كده بسقبها في النص او بفتحها في النص وبسيبها. ممكن ابططها شوية بايديا عشان تديني مظهر الغريبة الجميل، من غير شوكولاتة من غير اي حاجة، بس كده. ده شكلها قبل ما تدخل الفرن. طبعا انا بعمل اول باول بحط في الفرن. الكمية كانت عندي حلوة قوي. جاب معايا 3 سيجان، بس طبعا مختلف الاحجام يعني. فمن ربع كيلو بس سمنة او يمكن اكتر سنة. ادي بعد ما طلعت تحفة، الريحة تحفة، ملمسها حلو ومش بتلزق في الايد. احنا عايزين نعملها كأنها كوكيز يعني، حاجة للتحلية، مش قصدي غريبة زي بتاعة العيد، بس هي طلعت احلى من بتاعة العيد. ده منظرها ما شاء الله تحفة ما شاء الله يعني. ما تنسوش لايك بقى واشتراك في القناة. ان شاء الله هي قناة روتين واكلات ووصفات، بس هيعجبكم جو المحتوى بتاعها. ادي شكلها من جوه حلوة كده وفيها حتة التحميسة. اما الجزء ده بقى، ده احنا بنحبه محمر،
يعني لو حد شافه هيقول لا انت ليه عاملاها حمرا. احنا بنحبها، بتبقى ليها طعم جميل جدا، يعني احلى من الغريبه البيضاء اصلا. فكل واحد بيعمل على حسب هو عايز ايه. حطيتها في علبه، طبعا العلبه دي بتبقى ازاز، وحطها على الرخامه. فقعدت معايا الرخامه كل يوم كده، عايزه حاجه حلوه تلاقيني ايه صاحي من النوم راح عليها. بالليل كده راح عليها. فعجبتني قوي. وبرضو دي لسه كنت مطلعها من الفرن، اللي كانت في اخر صاج الالومنيوم، يعني ما شاء الله ربع كيلو سمنه جاب لي كميه حلوه. تمام. انا كده عملت شاي وعايزه اكل معاه بقى الغريبه دي، يعني متخيلوش والله نفسي اشرب شاي مع حاجه حلوه، قمت على طول عملت غريبه. استوت يا دوب، بقول لكم عبال ما عملت الشاي والغريبه كده يمكن ربع ساعه او اكتر شويه. فصبيت بقى الشاي ومع نفسي في الصاله وكلت كده واستمتعت وقلت الحمد لله، يعني الحمد لله يا رب على النعم عموما. بس فعلا الحاجة الحلوة أو مسكرة بتتضرب شوية في الشتاء، أو تحسوا فجأة في الليل كده عايزين حاجة حلوة. ده لو عايزين تعملوها في نص الليل اعملوها. تمام. بالهنا والشفا عليكم أجمعين، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تاني. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بأي جديد. أنا زهرة هدو. ما تنسونيش. يلا السلام عليكم.